الرحمن الرحيم. هؤلاء من جملة المعتقلين الذين كانوا في سكنت هنانو في حلب، ويبلغ عددهم مقدار 300، وقد حاول النظام أن يقتل عددا منهم، لكن بفضل الله وبفضل مساعي إخوتنا من الجيش الحر تحرر هؤلاء وتحرر آخرون وتجمعوا في أماكن عدة، وها هم الآن بعضهم يتكلم عن مشكلته وسبب سجنه، وأكثرهم بل وكلهم من العساكر الذين رفضوا إطلاق النار على المدنيين من أهلهم وإخوتهم في المدن المحاصرة والتي يقصفها النظام، فلذلك اعتقلهم الأمن ووضعهم في السجون وحاول قتل بعضهم. وسيتكلم أحد من حاول مدير السجن ومدير المعتقل قتله، فليتفضل وليتكلم. أنا السجين عزت محمد فردي، كنت معتقل في السجن وسكنت هنانو. رجل أنا أطلق النار على أخوة المدنيين لأني رفضت حكم المسجد الصلي 7 أشهر في السجن. لما يجوا الشباب يحررونا جيش الحرجة يحررنا، مدير السجن قام إطلاق النار علي، كانت صاير صدري رصاصة براسي. والشاهد إبراهيم كان معي، واحد إبراهيم كمان كان عبد الرحمن البواب، كان طلع برا مع شباب جيش الحر. استشهد إبراهيم أوسل المساعد، لكن طلب رغبته طلب كتبه. من وين أنت؟ السكة. والشاب المستشهد من وين؟ من المنتج. اسمه بس الكامل؟ اسمه إبراهيم الأحمد. أنا المساعد أول مصطفى الرفاعي، كنت أخدم بالشرطة العسكرية بدير الزور بعام 2011 بالشهر الرابع قبل بداية الأحداث بدير الزور. قلت للعناصر تبعنا لا حدا يطلق النار على المتظاهرين إلا بأمر مشان ما نخلق مشاكل في منطقة دير الزور. قاموا أحد العناصر من الشرطة العسكرية من أجل تبييض وجه حد المعلم، قالوا له سيدي المساعد مصطفى قام يبث الرعب بقلوب العناصر، قام يحرضهم على الانشقاق ويبث الرعب بيهم مشان يشكلوا مشاكل بهالمنطقة هاي. قام كتبوا به تقرير وحولوني على الفروع الأمنية. اليوم إلي 1.5 سنة أفتل من فرع لفرع، وهاي اليوم أنا يحرروني الجيش الحر. الله يجزيهم كل خير ويحميهم من كل مشكلة. أنا المجند حمزة الأسد عويل، شكلت فرار بالجيش. أنا بضرب على النائب أسد مداهمة، شكلت فرار لأني قلنا تضربوا على المتظاهرين. أنا ما بضرب على حدا، عندي أخوي عساكر. وين كانت خدمتك؟ على النهر الأسد بالمداهمة. الله أكبر. الله أكبر. حطينا هيك